الله حوج أغوش زكاتلبي صجته بلان. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم بدرس جديد وحرف جديد. الحرف الجديد اليوم الهمزة. الهمزة. الهمزة له معنيين: معنى يملك ومعنى يد. مثلا يملك، الملك يدل على الملك، سي وي سي تي. والثانيا اخر ايده ايدينه. اذا له معنيين الهمزه: معنى الملك ومعنى اليد، مثل ما بتقول ذات اليمين كمان، يعني ملكيته. طبعا له شكلين من الكتابة: الحرف المطبعي والحرف الكتابي، ولكل نوع منهن حرف كبير وصغير. على اليمين لحالة ما إلى أي معنى. معناته يد، ومعناته ملك، وقول أو قول. همزة واو مفتوحة وقول. بيجي معناته كمان معنى ما بتعرفوا، يمكن معنى مثلا فرم سيقان القمح مشان نفرز القمح من التبن. بيقولوا له ماء ياء. معلش هذيك الكلمة الجيل الجديد ما بيعرفوا. إذا نقول عنها قول وقول. ثغر، ميناء، فم، الفم، الثغر، الميناء، في الوسط في كلمة أنا. ألف، همزة ألف نون فتحة بصير أنا مائدة. أنا مائدة. أنا مائدة. أرام باقة. أرام باقة طبعا من الورد. أرام ألف فتحة راء ألف ميم أرام باقة. في صورة على اليسار في صورة على اليسار أنا مائدة. أنا مائدة. على فكرة الموائد في البلاد الباردة بيعملوها عالية، ما بيقعدوا على الأرض من البرد، بيعملوها بإجرين عالية. وإذا الآنة كمان إذا بتعليه شوي ممكن يصير طاولة كمان. أنا نجي على الطرف اليميني في صورة فتاة وفتى. الفتى عم بيقدم باقة ورد للفتاة، مكتوب تحته أرام باقة. أرام باقة. ساوسر نرس. أرام مستطيل فارغ، نحن بدنا نعبيه. شو بدنا مثلا يعطيها ريت. نحن بنعبي المستطيل الفارغ ريت. إذا ساوسر نرس المفعول به. أرام باقة ريت، يعطيها باقة من الورد. ساوسر نرس أرام ريت. قلنا سابقا المفعول به يتقدم على الفاعل باللغة الشركسية. المفعول به يتقدم على الفعل. نقول المبتدأ اسم الفاعل أو المبتدأ، ثم المفعول به، ثم الفعل. هكذا اللغة هيك. ما نرس أرام. ما خذ أو خذي. نرس البنت، اسم البنت نرس. أرام خذي يا نرس الباقة. خذي يا نرس الباقة. ما نرس أرام. ما نرس أرام. نرس
ما يعني اسم البنت، يعني مثل ما بتقول يا عيوني أو يا عيني، يا ساكن جوات عيني، بهالمعنى. طبعا اسم دلع واسم حلو للبنات. نرس أرام، ما نرس أرام، خذي يا نرس الباقة. النص تحت تاترة نارترة. تات الوالد، الأب. الآر لحاله قال التعريف، أما لما بيجي آر مع فتحة بصير واو العطف. واو العطف، واو العطف، واو العطف يلحق المعطوف المعطوف عليه. تعترى نارترى، الولد ونارت، نارت كمان الاسم. زين، تعترى نارترى هذا العنوان. تاتا واتي، الوالد عنده شاكوش أو قدوم شاكوش، يعني واتا شاكوش، واتا شاكوش. ي قلنا الأ ملكية، يدل على الهمزة لحالها يدل على الملكية. ي هو يملك، ي هو ضمير ملكي الشخص الثالث المفرد. ي هو يملك. تعتوى تي معناته الوالد يملك قدوم، فأس، مطرقة. مطرقة. تاتا واتي، تاتا واتي، الوالد يملك قدوم، مطرقة خشبية أو حديدية. واتي، نارتي واتي. نارت اسم الولد نارت. لما اجى هون الياء بعد الاسم، الياء بعد الاسم بصير ايضا. ايضا نارتي واتي، نارت ايضا يملك مطرقة. اذا الياء بعد الاسم بيجي معنى ايضا. ايضا نارتي، نارت ايضا يملك مطرقة. مطرقة. ي واتا واتا مطرقة. يملك. الهمزة لحالة ملك. يملك. سي أملك. وي تملك إلى آخره. الهمزة لحالة ملك. تاتا يواتا ين. تاتا الولد، واتا مطرقة. يواتا مطرقته، الياء ضمير ملك الشخص الثالث المفرد. يواتا مطرقته. ين كبير، ين كبير، ين كبير. إذن تاتا يواتا ين، مطرقة الوالد كبيرة. بالصورة مبين أنه الوالد معه مطرقة كبيرة والولد معه مطرقة صغيرة. تاتا يواتا ين، مطرقة الوالد كبيرة. تاترا نارترا، أنا الوالد ونارت. لاحظوا حرف العطف اللحق بالمعطوف المعطوف عليه. تعترى الراء أو فتحة، نارترا الراء والفتحة. أنا مائدة. شو بدنا نحط؟ يصنعون. إذن الوالد ونارت يصنعون مائدة. شو يصنعون؟ هالمستطيل الفارغ بدنا نسميه، بدنا نعبيه عشق. عشق، عشق يصنعون. عشق يصنعون، ضمير الشخص الثالث الجمع عشق. إذن تعترى نارترى، أنا عشق. الأب والنارت يصنعون مائدة. في هون مستطيلات جواتها حروف ش ش
ش هنا معناته دهن، دهن الحيواني، ش دهن الحيواني. ش س مثل ما مر معنا ضمير الشخص المتكلم س، وس معناته آلة القطع الحادة س. ن عين، عين نظر وعين ماء ن. مر السطر الأخير مر أنيس. مر هذه أنيس، أنيس أيضا بسموا الشراكس كلمة أنيس. أنيس اسم كتير جميل بسموه للبنات المدللات أنيس. مر أنيس. أنيسة مأر سيء. أنيسة أنيس لديها تفاحة. يء الياء ضمير ملكي الشخص الثالث المفرد. الأ معناته ملكي يعني. يء معناته تملك. أنيس تملك تفاحة. مأرسة، مأرسة تفاحة، مأرسة تفاحة. هلا منشوف كلمات الدرس. هلا منشوف كلمات الدرس. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات وتحفظوها، بصير عندكم ذخيرة، بصير عندكم ذخيرة. كل ما حفظت مفردات، حفظت كلمات، أنت قوي باللغة. القوي باللغة اللي حافظ مفردات كثير قوي باللغة. مثلا كل كلمة إلى مفردات عديدة لازم يكون حافظهم. نسي وحدة الثانية جاهزة. ما إذا نسي وحدة ضرب فرام ووقف. ولذلك أعزائي الطلاب أرجو أن تحفظوا قدر ما تستطيعوا من الكلمات بالكتابة. قد ما بتكتبوا قد ما بتصيروا شاطرين. الكلمات الدرس يد، يد، ملك. الهمزة يدل على الملك. يد أو ملك. و قول، قول. بيجي صياح، صياح أتعقر مع أيضا بيجي قول، بيجي الصياح. أيوة. ثغر، ميناء. ثم الإنسان وشعبة ودعكة وبزابزة. أيوة. فتحة، فتحة. ثقب كمان. أيوة. بعدين بيجي أنا، أنا مائدة، أنا مائدة، أنا مائدة. أرام، أرام باقة، أرام باقة أو حزمة صغيرة من الورد. قاغاغة أرام يعني باقة من الورد. أرام باقة أو حزمة. يء هو يملك عنده. ملك. يء هو عنده، هو يملك. يء. ريت، ريت. هذول ريت بالمستطيل اللي احنا بدنا نعبيها لازم نحط فيها كلمة ريت. ريت يعطي، يعطي. ريت يعطي. عاش يصنعون، عاش يصنعون، عاش يصنعون. بعدين بيجي كلمة مأرس، مأرس. ما نحن بنقول مأرس، لا، مأرس. تفاح، ما مأرس. مأرس تفاح، تفاح المزروع عندك اللي بتزرعه انت اسمه مأرس. البري اسمه بس للشجر للتفاح. إذا بنعيد كلمات الدرس، أرجو أعزائي الطلاب أن تكتبوا هذه الكلمات. يد ملك. قول. ثغر فتحة ثقب. أنا مائدة
طاولة. أرام، أرام باقة. هو يملك، عنده. ريت يعطي، ريت يعطي. عاش يصنعون، عاش يصنعون. مأرس، مأرس تفاح، مأرس تفاح. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى الدرس التالي. ب، ب، الحرف الب. ب، الب طبعا له شكلين من الكتابة، مطبعي ويدوي. المطبعي كبير وصغير، كمان الكتابة كبير وصغير. على اليمين أول حرف با، با لحالة ما إلى معنى. ب معناته أنف، أنف الإنسان وأمام. ب أنف الإنسان وأمام. ب لحالة ما إلى معنى. بو كمان ما إلى معنى. بي ما إلى معنى لحالة. بو كمان ما إلى معنى. هذه الكلمات اللي إلى معنى بنقول إلى معنى، أما الكلمات بيجي سوابق ولاواحق ما بدنا نفوت فيهم. هلا بنقول لهم ما في معنى حاليا لحالهم، ما لهم معنى. أما بيجوا مع الكلام كسابقة وكلاحقة بيعطوا معاني ثانية. على اليمين، على اليسار في صورة علم. العلم باللغة الشركسية نب، نب نون كسرة ب، نب علم. في صورتين هون. بستن، بستن اسم بنت، بستن اسم بنت معناته المضحية، المضحية. بستن بسموا اسم وإله بستن التضحية أو المضحية. بستن. وسبس كمان اسم بنت، الندى، الندى. وسبس الندى وسبس. مرنب، مرنب هذا علم. مار بستن، هذه هي بستن. مار هذه بستن، بستن نبي. بستن علم تملك، يعني عندها علم. بستن عندها علم. بستم ينب، ين. بستن علم، بستن كبير. العلم بستن كبير. بستن ينب، ين. علم بستن كبير. مارو وسبس، هذه وسبس اسم البنت وسبس. الندى وسبسي نبي. وسبس لحالة اسم البنت. لمن حطينا الياء صار أيضا الياء بآخر الاسم عندما يضاف إلى الاسم ما يكون من أصل الكلمة. وسبسي، وسبس أيضا لديها علم. أو وسبس ينب، ينب. أو ولكن، أو ولكن، ولكن ولكن ولكن. وسبس ينب ولكن. علم وسبس ينب، ينب ليس كبيرا. الباء هون للنفي، البي للنفي، حرف البي للنفي. يعني إذا بدك تنفي كلمة بدك تحط بعد الصفة أو الفعل مثلا حرف البي بينفي الكلام، ينفي حصول الكلام، مثل حرف النفي باللغة العربية. ين كبير، ينب صغير غير كبير. قواغ ذهب، قواغب لم يذهب. قشت سيذهب، قشتب لن يذهب. إذن البي حرف نفي. تحت مر باوة، هذا طربوش. باوة هذا الباوة طربوش. أدغى باو هون، هذا أدغى باو. م باور برتي باو. هذا الطربوش طربوش برت. هذا الطربوش طربوش برت. إذن مر باوة هذا طربوش. ليك بالصورة في طربوش. م باور برتي باو. م
هذه مباور أو هذا الطربوش، طربوش برد، باء طربوش، يبهى طربوشه يبهى. تحت في مثلا حروف اجى بعدها حروف علة، وهذا بده يحدث كثير وبدنا نتمرن عليها كثير، بيساعد على اللفظ أعزائي الطلاب. س آس هادئ، ما له معنى، ما له معنى، ب أمام أو أنف، ما له معنى. أما إذا بتركب بصير له معنى، مقدمة الإيد، أصابع الإيد إلى آخره. سا ب نا، بعدين با ن عين، قول، صياح. أنا أو سكين، أنا أو سكين. منعيد هالدرس أعزائي الطلاب مرة ثانية، أرجو أن تنتبهوا. الحرف البي، قلنا بي مثل بي بالإنجليزي بيعطي نفس المفعول، بالعربي ما في بي، في حرف بي بس، بي ما في. بي حرف البي مع حروف العلة كيف تلفظ؟ با بي با، بي فتحة بصير أنف، أنف أمام، ب بي كسرة بصير بي و بصير بو، باء وياء بصير بي، باء وواو فتحة بصير با. على اليسار في علم، على اليسار في علم نب. تحت في صورتين، الصورة الأولى بستن اسم علم، وسبس اسم علم أيضا، أسماء بنات، بستن وسبس أسماء بنات. مر نب هذا علم، مار بستن، هذه مر، هذا مار، هذا هو بستن، هذه هي بستن اسم البنت، بستن نبي، بستن لديها عندها علم، بستن ينب بس علم، بستن كبير، بستن ينب بستن اسم البنت، ينب علمها كبير، كبير. مارو وسبس، هذه هي وسبس اسم البنت الثانية، وسبس نبي، وسبس أيضا عند علم، ولكن وسبس ينب، انتبهوا للتركيب، وسبس ينب، ولكن علم وسبس ليس كبيرا، علم وسبس ليس كبيرا، وسبس ينب. مر باوة هذا طربوش، مر باوة مباور برتي باو، هذا الطربوش لبرت، طبعا اسم علم، اسم الولد، مباور برتي باو، هالطربوش هذا طربوش برت. هون في كلمات مع حروف علة، سا نا ب با ن و س. إذا بنعيد هالحروف هدول مع حروف العلة، انتبهوا مع حروف العلة كيف بصير لفظ الحروف. سا ب نا با ن و س.
أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى الكلمات، كلمات الدرس. كلمات الدرس قليلة. طبعا الكلمات الجديدة ما أمكن. ب أنف أو أمام، ب أنف أو أمام. ومنها اجت كلمة باشا. باشا يعني قائد، رئيس بلاد. باشا معناته قائد، من يقود. زغا باشا معناته رئيس جمهورية. زغا باشا رئيس جمهورية. باشا إذن المقدم والإمام ما بين الناس. نب علم. نب علم. نون كسرة ب، نب علم. نب ن لحالة والبي أمام. أمام الأم، يعني العلم قدموه على الأم، ممكن يعطيها المعنى. نب نم يب، يعني نب علم. أو ولكن، أو ولكن، أو ولكن. ألف والواو المضمومة أو ولكن. باء طربوش. باء طربوش. باء طربوش. لاحظوا ان كلمة طربوش باء حطينا قدامها يباء بصير طربوشه. مثلا سيباء وباء يباء سيباء تيباء يباء ياباء، يعني حسب الطربوش ملكته، حسب الضمير اللي بحطه قبله. اذا باء طربوش. بنعيد الكلمات الدرس من أول وجديد. أولا حرف البي هو عنوان درسنا. بي، حرف البي. ب بيجي ب أنف وبيجي أمام. ب بيجي معناته أنف وبيجي معناته أمام. نب علم. نب علم. نب علم. أو ولكن. أو ولكن. أو ولكن. باء طربوش. باء طربوش. أدغى باء. هالطربوش هذا بيقولوا له أدغى باء. أعزائي الطلاب، ننتهي الآن من هذه الدروس هذه الليلة. أرجو أن تحفظوا هذه الكلمات وتضعوها في دفاتر وتجمعوا الكلمات ضرورية كثير مشان تحكوا. تيجوا بسكر تيجي لجاو أخر نشحبت يقتن توخه مقشاء أخذ زصوص أنجت الشوغه شوان شواتم شواه بصمي شواه وزن سرجت حصوه بسوق سوى سوق زرت دقوغم بايجة سويتج قزاريحو سوي بوك سويتب قبزة سفلاج تحصوه بسوق.